السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله كده تكونوا بخير وبصحه وسعاده، ودايما كده تكونوا كويسين وتعملوا وصفات حلوه، ووصفات ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله بقى النهارده هنعمل مع بعضنا كفته البرغل. هنحتاج بقى نص كيلو لحمه، وعليها طبعا حته دهنه كده هنفرمها معاها، وطبعا دي نص كوبايه برغل ونقعناها. طبعا هي بتنفش بقى كده وبتكبر. وهنعوز بطاطسايه بس مسلوقه، واتنين بصلتين بس نفرمهم كويس عشان ايه يندمجوا كويس مع بعضهم ايه لما نيجي نعملهم. وهنعوز ايه مكعب مرقه. وطبعا التوابل بقى زي ما احنا عارفين بقى ايه هنحطها دلوقتي مع بعضينا: ملح وفلفل وبهارات 7. ودي طبعا بتتحط بس للكفته، يعني نحط الحاجات دي للكفته. الكفته لو زودت لها البهارات عن كده طعمها بيغير، مبيبقاش حلو. فهي بتحتاج بس ملح وفلفل اسود وحبه صغيرين بس ايه من بهارات 7. عايزه تحطي جوز الطيب حطي، مش عايزه تحطي مش مشكله، يعني مش لازم. فاحنا دلوقتي بقى هنعمل مكوناتنا ونشوف بقى هنعملها ازاي وتطلع معاكي احلى كفته. طبعا انت مكتره المكونات وحاطه برغل وحاطه بطاطس، بتكتر لك الكميه، والنص كيلو هيطلع لك يجي كيلو ونص وزياده. فاحنا دلوقتي هنشوف بقى ايه طريقتنا، وهنشوف بقى هنعمل ايه. دلوقتي بقى احنا خلاص طحنا اللي هو الدهنه مع اللحمه المفرومه اهي زي ما انتم شايفين. هنحط بقى عليها البرغل، هنحط البصل، بصل عادي بالميه بتاعته عادي، مش مشكله، ما تصفاش ولا حاجه. وطبعا البطاطس بس ايه هنفعصها كده ايه بايدينا كده بسيط عشان تبقى سهله معاهم. احنا ايه بنلمها مع بعضها. وعايزه تحطي معلقه بقسماط او معلقتين حطي عادي، كله هيدي معاكي قيمه للحاجه اللي انت بتعمليها، وهتبقى معاكي برضو كميه كبيره وحلوه. بالنص كيلو هتعملي بيه كميه كبيره ايه كفته. فايه هنحطها ايه في البطاطس فعصناها اهو. نحط بقى ايه معلقتين بقسماط كده صغيرين، معلقه مش هنكتر يعني. هنحط طبعا مكعب المرقه، اي مرقه بقى عندك، مرقه لحمه مرقه فراخ اي حاجه. دي مرقه لحمه، عندك مرقه فراخ حطي عادي، هي كلها بتدي ايه طعم حلو وبتبقى كويسه. وهنحط طبعا الفلفل الاسود معلقه كبيره كده حلوه. وهنحط بقى ايه برده الملح مش هنكتر بقى برده ايه عشان حطينا ايه مرقه، يعني معلقه كده ايه صغيره. طبعا كل واحد عارف بقى مقدار ايه الملح بتاعه ومقدار الحاجات اللي هي المعلقه اللي عنده. بس انا دايما بقول ان الواحد ايه يعمل مقدار معين كده للمعلقه تبقى موجوده عنده، يبقى عارف هو ده مقداره ويجي حاجته. فاللي هو المعلقه الصغيره تبقى هي احسن حاجه ايه ان انت تعرفي بيها الملح بتاعك، اللي هي ايه معلقه الشاي الصغيره. دلوقتي طبعا انا بقى ايه عملتها بايدي بس نقلتها بطبق اوسع شويه عشان اعرف اتحكم فيها. ودلوقتي هنحطها بقى في الكبه عشان لو ايه اي حاجه ما تعملش معانا زي البطاطس كده برده لسه فيها حتت، كله بقى ياخد ايه لفه مع بعضه ايه في الكبه، تطلع معاكي بقى ناعمه وجميله وماسكه نفسها كده. وهنشوفها دلوقتي بقى خلاص احنا خلصناه من الكبه، ضربناها فيها شايفينها عامله ازاي، تحسي انها فيها خيوط كده كده، تبقى معاكي بقى ايه جميله وسليمه كده ايه تطلع معاكي حلوه. دلوقتي احنا هنحط بقى يا دوبك بس نص معلقه بيكنج باودر بس كده ايه، ونلفهم معاهم كده عشان بس ايه تبقى منفوشه معاكي كده وحلوه، ما تبقاش مكتومه. ده بيديها لك كده تحسي انها ايه منفوشه كده وحلوه. هنعجنهم بقى كده مع بعض كده بسرعه وندخلها التلاجة بقى برضو تتشمع كده شويه علشان خاطر لما تيجي تعمليها تلاقيها بقى حلوه كده معاكي. شايفين بقت عامله ازاي، تحسي انها فيها خيوط كده كده، يبقى انت كده طلعت معاكي كده حلوه وماسكه نفسها ومعجونه كويس مع نفسها. دلوقتي احنا ايه هنحطها بقى في الفريزر شويه وبعد كده نكمل ايه عمايلها. دلوقتي بقى الكفته خلاص اهو طلعناها بقى كنا سايبينها في الفريزر شويه عشان تتشمع كده وتمسك نفسها وتبقى حلوه. دلوقتي زي ما انتم شايفين جميله اهي. دلوقتي هنصبعها بقى. طبعا الكفته دي عشان معموله بالبرغل وعليها بطاطس وكده، فدي طبعا ما بتتعمليها بتستوي بسرعه،
يعني ممكن تعمليها في الصينيه عادي وتحطي عليها بعد ما تستوي تحطي عليها حته فحمه بقى وتبقى زي الحاتي بالظبط. وممكن لو عايزاها اكله سريعه كده مع مكرونه ولا حاجه بتقليها عادي في الطاسه على شويه زيت صغيرين وبتشوحيها فيهم، بتطلع معاكي جميله بقى وبتقضي اليوم مع شويه مكرونه شويه رز وسلطه. يعني ليها يعني ايه ممكن تستخدميها في حاجات كتير وجميله بقى. حتى لو في العشاء عايزه تعملي منها سندوتشات فينو او عيش بلدي عادي بتبقى جميله برضه. فاحنا دلوقتي بقى هنصبعها. طبعا بقى ايه انا ممكن تصبعيها في اللي هو العيدان بتاعت الشيش طاووق، وممكن بقى تصبعيها لو عندك مسن زي ده بتصبعيها عليه بتخليها لك بقى من جوه بقى ايه مفتوحه كده وجميله. فاحنا هنصبع اهو على ايه المسن ده. لو انت ما عندكيش المسن وعندك معلقه تخينه شويه او عيدان الشيش طاووق تعملي بيها عادي مفيش مشكله، تطلع حلو بالمقاس طبعا اللي انت عايزه تعمليه بتعمليه، تطلع معاكي بسهوله وتحطيها بقى ايه. يعني انا بعملها بقى ايه وقت ما احتاجها هعملها واطلعها. فاحنا هنعمل برضو كده حاجه جميله ايه سهله وبسيطه وانتي حاطه مكوناتها بايدك. ويعني ايه احنا حطينا فيها حاجات كتير كلها حاجات مغذيه وحاجات حلوه وتاكلي بقى اكله جميله. يعني اكله من ايديكي جميله. وانتي طبعا ايه بتتحكمي برضو في الملح بتاعها. يعني برضو دوقيها لو عايزه ملح قبل ما تصبعيها برضو رش عليها شويه ملح كده وحطهم لها. يعني برضو الملح انت برضو بتتحكمي فيه مش شرط زي ما انا قلت قد كده يبقى هو نفس الملح ده. ممكن انا بعوز ملح لا كتير شويه فبملحها اكتر بحبها خفيفه، فده كله تبع اللي انت عايزاه. فاحنا هنصبع بقى كده وتحطيها بقى في طبقات بلاستيك كده او طبقات فيلم وتحطيها كده في الفريزر وقت ما تحتاجيها هتطلعيها معاكي. بتبقى الحاجه سهله وبسيطه وموجوده في البيت ولا بقى مجهود ولا اي حاجه. بتبقى الحاجه ايه بتجهزيها مره واحده وبتفضل معاكي بقى ايه في البيت ايه فتره للاكل بقى. اي وقت كده تكوني كده مش فاضيه عايزه تطلعيها مع اي اكله مع مكرونه ولا اي حاجه بتطلع معاكي سندوتشات هتطلع معاكي جميله اهي وفي منتهى الجمال. ان شاء الله بقى كده الوصفات بتاعتي تعجبكم ودايما كده ايه تعملوها وتكون حلوه وربنا يحسن من بين ايديكم دايما يا رب. ادينا يعني نعملها اهو ونخلصها بقى ايه واوريها لكم. دلوقتي بقى احنا خلاص طبعنا اهو الكفته زي ما انتم شايفين. طبعا كل طبق فيه 16 صباع واكتر كمان. يعني ده اكتر كمان من 16 وده كمان دورين اهو كله برده 16 صباع. يعني من نص كيلو لحمه عملتي 32 صباع كفته يكفوكي بقى وتعملي بيهم اللي انت عايزاه بقى زي ما انا قلت لكم كده. تعمليها بقى مقليه تعمليها في الفرن براحتك بقى خالص وقت ما تحبي تعمليها تعمليها وفي عشاء في غدا في اي وقت. ان شاء الله بقى الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو بقى لايك وشير واشتراك في القناه وما تنسوش بقى تصلوا على النبي حبيبنا عليه الصلاه والسلام. اللهم صل صلاه كامله صلاه تهدينا وترضينا وتغنينا. وان شاء الله الفيديو بقى يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ولايك